الحق السبلاي اتحرق، الحق بروسيسور فيه ازمه. طب ليه ده كله؟ تلاقي ان الجمله اللي بتتقال النور قطع فجاه. قطع الكهرباء بيسبب ازمه. مش ده بس، لما كمان انت تتعامل مع الكمبيوتر بشكل غلط وبطريقه مش مظبوطه، ده بيأثر على الكمبيوتر، ونلاقي نسخه الويندوز كمان وقعت وبقينا في ازمه، او نلاقي الهارد بقى فيه مشكله. الامور دي كلها ازاي نبقى عارفينها وازاي نواجهها؟ وبشكل بسيط جدا ده اللي هنعرفه مع ضيف اللي بيشرف النهارده في الاستوديو، رامي اسحاق عزيز، استشاري نظم معلومات. اهلا وسهلا بيك يا رامي، اهلا بيك يا محمد. شرفني ومنورني، ميرسي، ذوقك ودايما جدا. بنستفيد منك. ربنا يخليك. مبدئيا كده، في اضرار مقصوده واضرار غير مقصوده. تمام، صح. نبدا مع بعض كده بالاضرار المقصوده للكمبيوتر اللي تمام. هي ايه؟ اللي هي يعني تقال عليها سوء الاستخدام. سوء لسان مني انا كشخص، اللي هو كشخصك انت اليوزر نفسه. بالظبط كده، ها يبقى الكلاينت او اليوزر يعني بيبقى يعني غير عنده يعني علم آه بالخطأ ها اللي خلفيه هيحصل كافيه. بالظبط، وخلفية او خبرة، فبيتصرف على هذا الخطأ، بينتج عنه بقى الضرر اللي تمام. احنا هنتكلم فيهم. طبعا هي يعني في شائعة كبيرة قوي في مصر، ان انت لو عايز تنقل مثلا داتا معينة او فايلات معينة بتخلع الهارد ديسك بتاعك. مش بتوصل فلاشه او بتجيب هارد ديسك اكسترنال مثلا، ولو حصل له حاجه الداتا في امان، لا. ها تخلع الهارد ديسك بتاعك وتروح عند زميلك او الشركه وتوصله وتاخد الداتا او تنقل ليه وهكذا خطأ؟ وترجع ما هو تاني. ده كان بيتم على طول. ما هو ده كان بيتم زمان. اه بس الهارد ديسك بتاع زمان كان ليه غير. حاجه اسمها يعني انتي شوك، بيبقى ليه كفرنج كده مطاط شويه وجلد معين، اه حتى لو وقع منك يعني سبته ما حتى عن يحصلوش حاجه. قصد ما يحصلوش حاجه. اه دلوقتي الهارد ديسك طبعا عشان تقل في الماتيريال، واحنا طبعا بنستورد اضعف ماتيريال في كويس. العالم موجوده، تمام. فهو يعني آه، التكايه خلاص ازمه. يعني خبطات كده اهوت بسيطه ممكن خلاص الهارد ديسك يعني انتهى. القلق في خبطه او تعرض الهارد ديسك لصدمه، لدمج لصدمات معينه هو ده اللي ممكن يكون خطر عليه. دي انما فكره النقل من جهاز لجهاز، من هارد من ده هارد طبيعي، تاني، عشان كده مفيش عملوا مشكله. هاردات اكسترنال عشان خاطر تمام. تسهل على الناس الموضوع ده. كويس. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان في ناس اوريدي وهي بتنقل الهارد ديسك اه يعني وهي بتنزع الهارد ديسك. الهارد ديسك بيبقى ليه اتنين كيبل، واحد داتا وواحد للباور، تمام. واحد لقرايه المعلومات والتاني عشان يدي الطاقه للهارد ديسك نفسه. تمام. فممكن ينزعه وهو الجهاز مثلا الجهاز شغال، اه فده طبعا بيعمل يعني ضرر للجهاز نفسه وللهارد ديسك. طبعا هي ممكن ما تبقاش يعني الضرر في لحظتها، اه ممكن ما بالتكرر بعد، ما بعد مع التكرار، ويعمل زي ايصال. الفلاشه بالظبط. بالظبط كده، ويعمل ايصال للهارد ديسك في جهاز تاني بنفس الطريقه. ها طبعا هي في حاجه اسمها بلاج اند بلاي للاجهزه اللي هي الحديثه شويه، ان انت تقدر توصل وهو شغال وهو والكلام ده. تمام. بس يفضل طبعا انت تعمل شت داون للماشين كلها ها وتوصل حاجتك، وبعد كده تعمل تاني. ها يعني هي دي البيزكس، دي الاساسيه لسلامه الحاجه بتاعتك. طبعا بقى نقل تمام. الاجهزه والموضوع ده كله بيؤدي نفس الضرر. فدي الحاجات الغير مقصوده يعني. ها والحاجات المقصوده بقى. لا، ده الحاجات المقصوده دي بقى حاجات كتيره جدا. في عند حضرتك يعني شويه من الشباب او ممكن من الاسر، مثلا هو خلص شغله على جهاز الكمبيوتر فبينزع كابل الباور. دي مصيبه سوداء. ليه؟ حضرتك مره واحده ما اديتش الجهاز اوردر معلومات ان انه هو يعمل سيفنج للداتا يرتب والمانج نفسه. بتاعه بالظبط، ويعمل ديجري سكادجول للحاجه بتاعته، ثم بعد كده يبتدي يعمل شت داون. لا، ها حضرتك نزعت على طول كابل الباور، يعني تمام. فصلت عنه التغذيه مره واحده. كويس. يعني فده ده بيعمل اضرار كتيره بقى، ترسبات كتيره. اه بس احيانا بتلاقي مثلا ان الويندوز بتاعك تيجي تعمله شات داون مش عايز يقفل، فتضطر انك تشيل لا، في الت انتر، ما يعني بيرضاش. الت تاب واف 4 او ديليت. تمام. اه وتقدر ان انت تمينيمايز الحاجه بتاعتك، او حاجه اسمها ان تاسك، تقدر تقفل الحاجات اللي مش عايزه تريسبوند بالنسبه لك، وتقدر تعمل شت داون. ها وفي عند حضرتك في زرار باور، لو ضغطت عليه مده 6 ثواني ها الجهاز هيعمل شت داون، او يعني ده ريستارت. الاجباري بقى. او او ريستارت. ريستارت، ها ده الاجباري بقى، لكن مش تنزع الكيبل مره واحده. طيب مشكلة قطع الكهرباء اه هل بتأثر على الكمبيوتر، على التكوين، الأدوات اللي موجودة جوه الكيسة؟ يعني هي طبعا هي بتاثر على اجهزه تاني كتيره مختلفه، لان الكمبيوتر ده يعني من الاجهزه المتوسطه اللي بيأثر عليها. انت عارف حضرتك يعني في مشكله في مصر الايام دي في قطع الكهرباء السنه اللي فاتت، ها واغلبيه الناس في المنزل عارفه ثلاجات وغسالات وحاجات كتيره هي مش مصممه عشان تفصل وترجع عليها الكهرباء والكلام ده. تمام. الدمج الاكبر اللي بيحصل مش عمليه الفصل بس، ها عمليه استرجاع الكهرباء. بمعنى. بمعنى انا فصلت عنك الكهرباء في كويس. وقت طبعا انت مش مستعد فيه، كويس. والكهرباء رجعت اه في وقت انت ما تعرفش هو امتى طبعا. تمام. رجوع الكهرباء بقى هو دي هو ده الأزمة. دي 90% من البوينت نفسها. ايوه بس انت بتبقى الكيسة خلاص فصلت. ما انا هقول لحضرتك. اه حضرتك انت زي حركه انت احنا شديت احنا الكيبل. يمكن من الجملة بتاعتك او من الكلام اللي انت قلته دلوقتي رسالة لكل الناس اللي بتتابعنا،
لما النور يقطع نشيل الفيش كلها. ما انا يعني هديك النصيحه يعني دي بالنسبه للاجهزه الكهربائيه. تمام. انما الكمبيوتر بقى نخش بقى فيه. هديك النصيحه نفسها، حتى بقيه الاجهزه حتى يعني برضو بنفس السيشن اللي هنتكلم فيه دلوقتي. تمام. انفصال قطاع التيار الكهربي هي زي كانك نزعت الكيبل عن الفيش. الجهاز بالظبط. تمام. استرجاعه بقى، حضرتك لما فصلت الجهاز واخد اوردر ان هو اون. تمام. كويس. فهو مش واخد ستاند باي ولا واخد ريستارت ولا واخد شت داون، واخد تمام. اوردر ان هو اون. وده بيبقى واضح جدا في الراوتر. بالظبط. لما نلاقي لمبه الراوتر بتاعت الانترنت شغاله على طول. بالظبط. حضرتك بقى استرجاع بقى التيار الكهربي دي بقى بترجع بقى لمراحل كتيره جدا. اولهم الكهرباء بتدخل المنزل عندك، فممكن يبقى الكيبل بتاع المنطقه او بتاعه المنزل عندك مش الكهرباء بتاعتها مش منتظمه. ودي موجوده في يعني الكهرباء مش منتظمه اللي هي اب وداون ديت موجوده في مصر على طول، المشكله دي من زمان. كويس. وفي ناس بتعاني منها كتير، بس يعني ما حدش بيتكلم عنها بالاكتر. المهم في كهرباء يعني مش مشكله اب او داون. دي حاجه اللي بتبتدي بقى توصل للمشترك او لليونت اللي انت موصل عليها جهاز الكمبيوتر. احنا الحلقه اللي فاتت حضرتك تفتكر كنا بنتكلمنا على الباور سبلايز. الباور سبلاي في منه نوعين، في نوع بياخد الباور بتاعه من الشاشه ليه هو، ثم بعد كده ياخد كونفرت لدايره الكهرباء المشترك بتاعك، يحول بالظبط كده. الباور سبلاي يعني بيبقى فيه 2 فيشين، او بياخد من الشاشه على طول للمشترك بتاعك. تمام. فانت ممكن يبقى المشترك بتاعك بيشيل مثلا 3 4 فيش، منهم الراوتر والشاشه والكيسه السي بي يو بتاعك والسماعات، مثلا لو عندك سماعات مثلا كبيره شويه عشان تسهل الكهرباء اكتر. تمام. فترجع بقى الكهرباء مره واحده. المشترك ممكن ما يستحملش الضغط ده، فيبتدي بقى يعمل ضرر عالي، اللي هو بقى ايه، فوت الكهرباء كلها، بقت كلها داخله في بعضها، يعمل قفله. يعني انا هحكي لحضرتك موقف كده ظريف كده حصل معايا انا من كام يوم. أوكي. الكهرباء فصلت في المنزل عندي. تمام. انا كنت بره طبعا، مش هقعد في الضلمه، واقف في الشارع مستني الكهرباء لما تيجي. تمام. الكهرباء رجعت، طلعت، فانا كنت سايب الجهاز بيقوم بامر معين وناسي. فرجعت لقيت المشترك والكيبل كلهم صحوا كلهم على بعض. لا يعني الحمد لله، بس الجهاز ما الحمد لله. الحمد لله ان هي يعني الموضوع ما زادش. فخدت يعني فكيت كل حاجه كده وشلت الشياط والكلام اللي حصل ده، ورحت واحد صديقي عنده شركه عشان اجيب منه بقيه الحاجه بتاعته، الحمد لله كويس. رحت عنده، قال لي سيبني في حالي ان انا البورده بتاعتي طارت في نفس القفله اللي حصلت دي. فقلت له طب نعمل ايه؟ تعال نروح لواحد صاحبنا تالت. رحنا لواحد صاحبنا تالت، لقينا الباور سبلاي بتاعه لا ده انتوا مظبطين بقى. ده احنا يعني انتوا مظبطين يعني احنا الثلاثه خدنا بقى، احنا الثلاثه عايزين حد رابع ينقذنا. طيب يعني هي فكره ان النور لما يقطع شيل الفيش ده مهم. ده اساسي. بص حضرتك، اول ما النور ما يقطع يعني ده البرصود اللي احنا بنتبعه على طول. ينزل اللي هم بيسموها السكاكين اللي هي الفيوزات بتاعت المنزل. اول ما يرجع التيار الكهربي فهو بيقف عند الفيوز الاساسي اللي هو بيدخل الكهرباء للمنزل. بتقف عنده ستيبل، تمام. ثم بعد كده بترفع واحد واحد، مش ترفعهم كلهم مع بعض. يعني عشان لو في يعني تجمهر للكهرباء شويه او الفولت عالي ما يخشش مره واحده. يعني التحرك هنا من خلال السكاكين او الفيوزات اللي هي الرئيسيه بتاعت المنزل، مش من خلال الفيش. لا، ما هي دي اساسا هي اللي دي بتوصلك الكهرباء للمنزل، او يعني هي دي المتحكمه في تقسيمات. عارف حضرتك بيبقى كل منزل متقسم، كل اوضه ليها فيوز والكلام ده. فانت لما بتنزلها المفاتيح دي بتبقى تقيله شويه وبتستحمل جهد عالي، جهد كهرباء عالي طبعا. فلما بترجع بتلاقي منها في حيطه سد كده اهوت، مش سامح له ان هو يكمل. فالكهرباء بترجع تاني للمكان بتاعها، وممكن تتخزن جزء منها شويه. دي بترفع جزء فيبتدي الكهرباء تتسرسب للمنزل بسلاسه. طبعا عشان الثلاجات والغسالات وبقيه يعني الناس بتشتكي الايام دي يعني، واحنا منهم بقى طبعا. تبتدي الكهرباء ترجع واحده واحده، او في استخدامات تانية بقى يعني تقنيه شويه لليوزر اللي يعني معاه ماديه سنه صغيره. في حاجه اسمها يعني بالنسبه لمستخدم الكمبيوتر اللي بنتكلم عليه بشكل اخص اسمها استبلايزر. الاستبلايزر اللي بيظبط الكهرباء الاستبلايزر ده وبيترجمها كده يعني. بالظبط. هو مش يعني في ناس كتيره بتفهم ان هو بطاريات او ان هو لا، ده في جهاز تاني هنتكلم عنه. الاستبلايزر ده هو عباره عن ماشين بيتوصل للكهرباء ثم بتوصل لجهاز الكمبيوتر، بيبقى في سوكت حتى مخصص لجهاز الكمبيوتر. تمام. الكهرباء طلعت او نزلت او هو الكهرباء حافظ عليه نفس التردد ال 220 فولت، هو ما بيخرجش غيرهم. يعني اعلى دامج يوم يعني ما يحصل فيه حاجه هتحصل في الاستبلايزر نفسه، مع ان ده استحاله. تمام. ده بيتحط فيصل ما بينه وما بين مثلا الاجهزه. انت عارف حضرتك المؤسسات المتوسطه والكبرى كنا بنتكلم عليها قبل كده، بيبقى عندها سيرفرات. كويس. فالسيرفر ده اهم من كل الاجهزه، ده اللي عليه كل الداتا وعليه كل الشغل بتاعي وعليه الوضع بتاعي كله. فبيستخدم السيرفرات او الاجهزه المنزليه اللي بيبقى حضرتك مثلا ليك شغل بتاعك الخاص بتاعك عليها، او بقيه الاجهزه اللي هو ده. بالظبط. حضرتك لو شفت هتلاقي يعني ده الكيبل اهوت بتاع البي سي. ده اللي بيوصل عليه، وده استابلايزر صغير جدا اي حد، ورخيص حتى السعر، ممكن اي حد يجيبه في المنزل. وفي سويتش اون واوف. بكام يعني؟ لا يعني في حاجات تبدا من اول 150 و200 وانت طالع يعني حسب. في ناس معاها وفي ناس ما معاهاش يعني. يعني انا قصدي يعني اللي معاه شويه يعني برضه مش قيمه عاليه يعني، مش الوفات. تمام. وفي حضرتك هتلاقي فيه فيوز كده صغير. الفيوز ده بقى عشان لو الكهرباء جت عاليه جدا تمام، الفيوز ده هو اللي بيتحرق، اللي هو المفتاح
اللي تحت بالظبط. الفيشه. الفيوز اللي هو اللي في الاخر خالص، الفيوز ده هو اللي بيتحرق. تلاقي حضرتك دايما في السماعات الكبيره بتلاقي فيه فيوزات فيها هو ورا. مكتوب اهو بفيوز. بالظبط. ده المسؤول لو الكهرباء عليت جدا، الفيوز ده هو اللي بيتحرق، وسهل انت تغيره بقى، ده بجنيه كويس. يعني. يا بلاش. يعني لو الكهرباء خلاص هتدمر كل حاجه عندك، الفيوز ده هو بس هو اللي هتغيره. تمام. حاجه بسيطه جدا. تمام. في طبعا جهاز تاني، ده برضو للناس اللي بيبقى عندها شغل مهم جدا. يعني انا واحد من الناس ممكن ابقى قاعد مثلا مكتب تقارير او بشتغل على حاجات كتيره بتاخد مني ساعات، ومش في دماغي ان الكهرباء هتقطع ومش مسيفتش الموضوع وانا ده، مش سايفش. فشغلي يروح عليا. كويس. فده طبعا كل الناس اللي بتذاكر الايام ديت، كل الناس اللي بتعمل شغل، كل الناس اللي في المؤسسات في الشركات عانت الوضع ده جدا. اللي هو ايه الجهاز؟ في جهاز تاني اسمه UPS. UPS. ده دوره؟ UPS. دوره ايه؟ الجهاز دوت هو عباره عن مختزن بطاريات. اللي هو ده؟ بالظبط. وده من يعني ده الاحجام بتاعته بقى. الجهاز دوت يعني عباره عن بطاريات مختزنه، بتختزن الكهرباء جوه في وقت ما حضرتك شغال عندك كهرباء، وبتوصلها في نفس الوقت لو حضرتك موصل كيبل، يعني في نفس الوقت لنفس الماشين لو الكهرباء فصلت. يعني هي بتاخد الكهرباء من الشقه تخزن عندها كهرباء بالظبط، وانت موصل الماشين منها برضو. خلاص الماشين تمام. فصلت الكهرباء هو يشتغل هو بقى. يخليك شغال لمده قد ايه بقى؟ بص حضرتك، كل جهاز وليه الساعه والطاقه والكميه بتاعته. بس حتى الاجهزه الصغيره ممكن تشغل مثلا اجهزه الكمبيوتر مثلا 5 و6 ساعات و7 ساعات و8 ساعات. المهم بس حتى ان انا سيف. بالظبط كده. مفيش يعني دي اجهزه، هو مفيش برامج بتلعب الدور ده؟ ما هي برامج هتلعب ايه حضرتك؟ لان حضرتك يعني مصدر اساسي للتغذيه بيتفصل عليك مره واحده. يعني لا كما ممكن انت عارف البرامج بقى فيه تطوير ليها بشكل كبير جدا. مفيش برنامج مثلا وانا بكتب على الوورد مثلا او الاكسل الاقي ان هو اوتوماتيك يحتفظ في حاجات زي كده هو بتعمل حاجه اسمها يعني اوتو سيف تايبنج، بس مش عايزين يعني نماركت برضك لشركات او لبرامج معينه. في حاجات بعنوان اوتو سيف تايبنج، كل حرف او كل بوينت بتكتبه بيسيفه، بحيث ان انت تيجي تفتح الفايل تاني تلاقي نفس الفايل. متى انا منزل البرنامج؟ طيب الوقت خلص. الوقت خلص. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه؟ ميرسي ذوقك. احب اقول للناس يعني تحاول ان هي تتابع النولج شويه الموجوده. وانا اسف جدا على اللي بيحصل في مصر، يعني بتاسف مش عارف عن الحكومه ولا عن وزارات ولا عن ايه بالظبط، بس تحاول ان هي تتيك كير في التعامل مع الكمبيوتر، لان الاضرار اللي جايه قويه جدا، وتتبع اللي احنا بنحاول نقوله لها عشان يعني تبقى سليمه على الداتا بتاعتها وعلى الشغل بتاعتها وعلى الاجهزه، وربنا يستر علينا وعليهم هم جميعا. رامي اسحاق عزيز، استشاري نظم معلومات، شرفتنا ونورتنا يا رامي، وببقى سعيد بوجودك معانا. شكرا لك. انا اسعد يا فندم. شكرا لك. شبابنا ومشاهدينا في كل مكان، النهارده تطرقنا لاحداث الاسبوع الماضي، وتطرقنا ايضا الى الكمبيوتر واستخدامه، وازاي لما يكون في مشكله مع الكمبيوتر يكون عندي بعض المعلومات البسيطه ان انا اتعامل مع الموقف. تنسوش مواعيد البرنامج جمعه سبت حد اثنين من الساعه 5 للساعه 6، والاعاده من 2 3 صباحا. بشكر كل الساده المشاهدين وبقول لكم السلام عليكم. عيونك جاية مش بعد رجلك عالطريق، بحرك مش غريب، وولادك انت عارفاهم اكيد. لا دول مهما تعبوا في الطريق ما بيرجعوش، يختلفوا ما يتفرقوش، اوعي لحظة يحس قلبك بالخطر. لا دول معمولين من طينة تانية وطيبين، ما بيعرفوش ان يستحيل جبل الحمول.